قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا جاءك شخص يشكو آخر فقل له اعف عنه، فإن العفو أقرب لتقوى الله جل وعلا. فإن قال لك إن قلبي لا يحتمل العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله، فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمر الله، وإلا فعليك بالعفو فإنه باب واسع. هذا والله كلام عظيم وفيه تربية جميلة جدا من هذا الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. يقول ناصحا: إذا جاءك شخص يشكو آخر، يأتيك ويقول لك فلان فعل بي كذا وفعل بي كذا وآذاني في كذا وفي الوقت الكذا فعل كذا، ويعدد عليك شكايات من ذلك الشخص، فقل له اعفو عنه. بعد ما تستمع إليه قل له اعفو عنه، أنصحك أن تعفو، العفو أقرب للتقوى، وذكره بفضل العفو ومكانة العفو. يقول الفضيل: فإن قال لك إن قلبي لا يحتمل العفو عنه، إن قلبي لا يحتمل العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه، أخذ حقي، ما أستطيع، ما أتحمل، قلبي ما يتحمل، لا بد أن أنتقم، لا بد أن أخذ حقي. هذا بعد حثك له على ماذا؟ على العفو، ذكرك لفضل العفو مكانة العفو. قال لك لا، أنا ما أتحمل أنا إلا أن أخذ حقي وأنتقم. قال: فإن قال لك لا يتحمل قلبي العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله. ماذا يقصد كما أمر الله؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في الآية الأخرى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا ما حكمه؟ هذا جائز، هذا أباحه الله عز وجل. فإن قال لك أنا أريد أن أخذ حقي أنتصر منه كما أمر الله، يعني في مثل قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمرك الله، وإلا فعليك بالعفو فإن باب واسع. إن كنت تحسن أن تنتصر كما أمرك الله، ماذا؟ بمثل ما عوقبتم به، لا تزيد عنها ولا درجة ولا شيء قليل، مثلها تماما بالقدر نفسه، أو انزل عنها قليل. إذا تستطيع ذلك يجوز لك أن تفعل، لكن إذا كنت ما تستطيع وأنت مغضب ومندفع وستقابله في غضب وما تدري، تجد نفسك خرجت عن طورها وزدت عن فتقول له أنا أنصحك أنك تعفو، العفو بابه واسع. لكن هل المعاقبة بالمثل بابها واسع؟ المعاقبة بالمثل هل بابها واسع؟ لا، بابها محصور تماما، مثله لا تزيد عنه ولا قليل، لأنك إن زدت ولو قليل ظلمت، دخلت في الظلم. وسيأتي معنا قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ذكر مراتب ثلاثة: إن تجاوز هذا ظلم ولو قليل، إن تجاوز ولو قليل هذا ظلم، والله لا يحب الظالمين. هذا كلام عظيم جدا في هذا الباب. نعم. وهذا تنبيه جليل، لأن كثيرا من الناس في مقام الانتقام ممن أساء إليه لا يقتصر على سيئة مثل السيئة التي نيل منه بها، بل يتجاوز ويتعدى ويظلم. وقول القائل إن هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا أتمكن من فعله غير صحيح، لأن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، يعني الذي يقول لا يحتمل قلبي لو جاهد نفسه واستعان بالله وسأل الله المعونة تيسر له هذا الأمر وأعين عليه. نعم.